رجعنا لكم احبتي المشاهدين من جديد. وصلنا الى فقره قعده حبايب. مثل ما نوهت في البدايه، اليوم ويانا شاعر جميل جدا ويمتلك احساس جميل، حاول يعبر عن احساسه من خلال بعض المفردات، وهو الشاعر علي رشم. اهلا وسهلا بك علي. اهلا وسهلا بك منورنا اليوم. حيدر، انت المنور. شكرا لحضرتك، شكرا لك قناه العراقيه الثانيه. مبين هذا اليوم علاوي. يعني هو الوجود بوجودك طبعا. لا بس انا اللي اعرفه ودائما اصدقائك ويسولفون، يعني دائما انت صاحب نكته شاقي، بس يقولون باللقاء علي رشم مو هو نفسه علي رشم اللي اعرفه. لا يعني هي مرات الشيء بشيء يذكر، يعني مرات من يصير قاعده ويصير بها ضحك ويصير بها يصير هذا الهدوء موجود؟ يصير هذا الهدوء يعني العفو. لكن باللقاءات وبالش اسمه يعني يكون الستايل مختلف، وتكون انت بالجو، يعني لازم تحافظ على هواي امور. طيب ما تاثر؟ خاف حبيبه تخاف منها؟ لا بالعكس، شيء يعني علاقه خاف؟ لا بالعكس ما تاثر. علاوي يكون مسرف بالكلام؟ ما تاثر، لا بالعكس. اهلا وسهلا بك علاوي. شكرا. علاوي مثل ما تعرف يعني كل شخص هناك أسرة بالبيت تكون محافظة على هذا الشخص إن كان فنان أو غير فنان. نعم. اللي عارفه أنت والدتك تشتغل بالسلك التربية، بالتربية، مدير، ووالدي كذلك، ووالدك كذلك. نعم. شلون تعاملوا وياك علي وأنت شاعر وملكت هاي المهنة الجميلة وحاولت تعبر من خلال بعض الأبيات الجميلة؟ طبعا هو بالبداية كان لهم تأثير على أه. الجانب الدراسي. نعم. أما الجانب الشعري بداية الأمر كنت أسمع يعني مثل باقي الشعراء، مثل يعني، لكن بدايتي سمعت الأستاذ سمير صبيح، طبعا تحياتنا للأستاذ سمير صبيح والأستاذ جواد الحمراني. لكن كتأثير على الجانب الشعري شيء بسيط، لكن اكو تحفيز واكو من هذا الباب يعني. لكن تأثير على الجانب الدراسي وعلى الجانب العلمي يكون أكثر. يعني. زين ما تعاملك مثل الطلاب اليوم؟ ما محضر يعني؟ انت شايف تعرف اذا واحد امه مديره وخصوصا اذا قدام وياها هاي ما حد يحكي وياه، هذا ابن المعلمه. ابن المعلمه هاي ما حد يحكي وياي، بس هي تحكي وياي. هي تحكي وياي، انا كنت ما احضر ما شو اسمه، لان وياها كنت اداوم. زين ما استغليت سلطتها اللي موجوده؟ لا انا تاذيت من هذا الموضوع. تاذيت، ما حاولت تنتقل؟ ما ترهم دايق. طيب يا علي، مثل ما تعرف اليوم كثير من المهرجانات تقام بالنسبه للشعراء، لكن بعض الشعراء يحاولون يصعدون هاي المنصه من خلال القاء يعني نوعا ما يكون خارج عن المألوف، يكون بصراخ بعض الشيء. شنو رايك حول هذا الموضوع؟ يعني انت تقصد اللي التمثيل بالالقاء؟ نعم. يعني اكو قصائد استاذ حيدر تكون طريقه وصولها بالايحاء اكثر من الاداء. نعم. اقصد الاداء الصوتي يعني. واكو شعراء هو ستايلهم الاول والاخير هو هذا يعني. لكن اكو شعراء اللي تقصدهم انت اكو اصطناع بالموضوع يعني، واكو تقليد. الساحه الشعريه وجمهور الشعر والشعراء هم يعرفون انه اكو شاعر يطلع من بدايته انه هو هذا ستايله وهذا وضعه، صوته عالي على المنصه. نعم. اكو قرار واكو جواب بالصوت، واكو شاعر مؤدي. نعم. مؤدي، اكو ايحاءات بيده وبوجهه، وتلقاه يعيش القصيده بكل تفاصيلها يعني. لكن اكو شعراء قلدوا اللي جاي يحكي لك عليهم. نعم. فبين الفرق. اما الصراخ بالقصيده يعني مو ضروري يعني اكو قصائد يا علي يعني تحتاج القصائد الوطنيه، القصائد الحماسيه لشحذ الهمم تحتاج هذا اللقاء. يعني مثل اكو صارت مهرجانات كثيره لدعم القوات المسلحه وللجيش العراقي. نعم. ما معقول اكو شاعر مثل يصعد على المنصه ويقرا بصوت كلش هافت وهادئ وهمس يعني. لا، القصيده لها جوها ولها دورها تختلف يعني. لكن قصائد الحب وقصائد الوجدان وقصائد الغزل الله هاي تختلف، ادائها يختلف. لكن قلت لك انه اكو شعراء يؤدون القصيده الحماسيه والقصيده الوجدانيه وقصائد الغزل بنفس الاسلوب. زين شلونك ويا الغزل ويا الحب؟ زين يعني زين لو مو اكيد يمكن اليوم هسه متابعينك على قدر الامكان يعني. قدر الامكان. ايش راح تحب اليوم تعبرهم من خلال شاشه العراقيه الثانيه؟ مقطع من نص او قصيده يقول: اثنين هن دمعي وضحكت بلونها، اثنين هن دمعي وضحكت بلونها وضايع الدنيا بخضار عيونها. الله. اثنين هن دمعي وضحكت بلونها وضايع الدنيا بخضار عيونها، ابقى حاير بين تعبي وراحتي، روحي يمها تصير ابد مو مالتي. الله. بيضمها وغيري ما يشوفونها. اثنين هن دمعي وضحكت بلونها، وحدي موجود بقلبها وبالها، وحدي موجود بقلبها وبالها،
الله مدري ايش حاط فوق خيالها، الله وحدي موجود بقلبها وبالها، الله مدري ايش حاط فوق خيالها، ترفى تعثر بالضوى وتوقع سهر، ترفى تعثر بالضوى وتوقع سهر، النجمة تعرفها ويغازلها القمر، الله النسمة بس عشاقها يشمونها، اثنين هن دمعة وضحكت بلونها. الله عليك. وقصيدة طبعا خاف انت مزعل حبيبتك او اكو واحد مزعل حبيبتك، يعني تقريبا نوعا ما مزعل. تقول زعلانة قالوا لا تمرها بحلم، وقالوا لي دمعك عالجفن ما عثر، اشتموا فراقك بيا من سولفت، مريت سيف وصار خلقي نحر. زعلانة قالوا لا تمرها بحلم، وقالوا لي دمعك عالجفن ما عثر، اشتموا فراقك بيا من سولفت، مريت سيف وصار خلقي نحر. يظفرون وجهي وتنثر عزتي، بعيوني تطفى وجوه كل البشر. الله ايش خليت بيا وصدري فارغ طلع، ايش عاف الندم ناثار فوق الصخر، دبريلي ملقى بروحي وحشة حضن، ايش قد ناس زغرت من فراغك كبر. الله ايش جريت مني وما انجر النفس، ظلت النسمة بروحي تطبع اثر، رحتي وخيالك لا غفى ولا مشي، لا عاف روحي ولا بعين استقر، 4 مواسم ظل خريفك يجي، وطاحت ملامح وجهي مثل الشجر. الله 4 مواسم ظل خريفك يجي، وطاحت ملامح وجهي مثل الشجر، كل خطوة ريت القاع تاخذ نفس، وانا اختنق لو من جدمك عبر. الله بشباك وجهي قد رسايل بقت، بشباك وجهي قد رسايل بقت، محت قراني وكنت الوم القدر، تخيط علي الليل وجهه وقفل، ويعثر بنيته القدر وما قدر. الله تخيط علي الليل وجهه وقفل، ويعثر بنيته القدر وما قدر. وديلي كل شي كان من ريحتك، مشتاق لك مرسى وشراع وبحر، ما غسل وجهه من الضوى بيتعب، ايش قد انعكس بالماي وجه القمر. الله ذكروك يمي ودمعتي استعجلت، هزوا صفنتي وطاح وجهك تمر. الله الترسوا عيوني ملاقه ما بينوا، ما ادري من عفتيني بي الزغر، عيني بقفل يرحون صارت وشم، خطواتهم ظلمه وضواهم قصر، يعرفون جرح الحبه وفارقوا، ويدرون جفنش كم حلم بي خسر. الله جمرة بخور الذكرى لما تمر، تورث حسرتي وبي تمشي بحذر. الله الصبخة كنت ارويها من قصتي، وتشابه بعين العطش والمطر، ذيك انت وانا بغيبتك مو صدق، تعبت جدمي وساعت من السفر، بحيل هجرك وانا وشلة خلق، بحيل هجرك وانا وشلة خلق، ذبلا وجه مناطرك والسهر، يعجبني ذوقك مثل ذوق البلم، متعافي ياخذ راحته باي نهر. الله نتشابه انا وياك من نفترق، نتشابه انا وياك من نفترق، ويختلف وجهي وروحتك بالصور، يختلف وجهي وروحتك بالصور. صح لسانك يا علاوي. شكرا. قصيدة كانت معبرة جدا يعني، وما أعرف يمكن كان موقف انكتبت من خلالها. اي اكيد أها. اكيد موقف. وبعدين شنو صالحتها؟ نفس الموقف اللي مريت فيه انت. لا بالعكس، راح تكون النتيجة واحدة. أنا مو مزعلين هنا. اي بس راح تكون النتيجة واحدة يعني. اي اكيد صح. طيب علاوي، يعني هذا الإحساس الجميل اللي نشوفه من خلال القصيدة، يعني غزلية ووجدانية غيرها، شنو الأجواء اللي تكتب بها؟ يعني هل هي من خلال موقف أو يعني حالة تمر بها، أو تشوف الشاهد بعض الصور اللي موجودة من خلال بعض الأصدقاء، اي اكيد تحب ترسمها من خلال بعض الأبيات الشعرية؟ استاذ حيدر، الشعر هو حالة يعني حالة إنسانية وحالة معبرة. مرات الشاعر يكون مرآة نفسه، نعم، ومرات يكون مرآة للمجتمع وللآخرين يعني. تمر بحالة، اكو مقولة للسياب يقول هي حشرجات الروح نكتبها قصائد. مرات الشاعر يمر بحالة
انه زعل او حاله حب او حاله اشتياق او حاله نعم. فقدان او حاله وداع، كل هاي التناقضات والمتشابهات يعني تكون هي محفز لكتابه الشعر. نعم. لكن كجو ومكان وزمان ماكو شيء محدد لكتابه الشعر. وبعض الاحيان مثل حيدر صديق لي يسولف لي حالته انه زعلان او مشتاق او يعني هاي او فقدان عنده. حلو. تحفزني هاي الحاله، اتقمص الدور واقدر اكتبه. لكن تكون القصيده اوقع على نفسي وعلى المستمع اذا اكون الحاله انا عايشها. طيب يعني انت ذكرت بعض الاشياء حلوه، من يجيك انا اقول لك انا مشتاق، بس اكو مشكله كبيره على يمكن تعيدني بها. وهي؟ يجيك اريد قصيده باسم حبيبتي إيه لا ويدخل لك اريد الا تفاصيل موجوده، شلون هو تتعامل ويا بعض يعني متذوقين الشعر من هذا الجانب؟ يعني بعض الناس احاول انه اعتذر لهم لكن بطريقه تكون طيبه. يعني مثل ما اقول له مثلا تعذرني وانتهى الموضوع يعني. نعم. لا يعني احاول افهمه بالموضوع، اقول له انه الشاعر مو بكل وقت يقدر يكتب شعر يعني. او الشاعر مو بكل وقت يقدر يعني على الاقل ينظم. حلو. ما يقدر يعني. اكو اوقات معينه وما محدده يعني بالضبط يعني. مرات بشهر واحد او شهرين او ثلاثه تقدر يكون عندك نتاج قصيده او اثنين نعم. او ثلاثه او مقاطع او تقدر تكتب عن حاله. ويجوز تمر بفتره يعني تصير فتره قحط يعني. صحيح. ما تقدر تكتب ولا تقدر تجسد اي حاله تمر عليك يعني. طيب علاء، اريد اعرف من عندك اقوى موقف يعني صار بيك. يعني انت مثل ما تعرف اليوم اكثر الاشخاص صارت لهم فرصه من خلال مواقع التواصل الاجتماعي يقدر يطب اي شخص معجب به من خلال كان شاعر او ممثل او غيره. فد موقف اريده صادفك من خلالها طلب منك اشياء، يعني كان طلب يعني مو قانوني او مو منصف بعض الشيء بالنسبه لك. يعني والله هو اكو هواي امور لكن ما تحضرني الحالات اللي هي بالضبط يعني انا موقف ما مركز بهذا الجانب يعني. إيه. طيب علاء، وننتقل الى موضوع اخر اروح احب اتحدث وياك اللي هي الصور الشعريه. نعم. يعني نشوف بعض الشعراء يمتلكون من خلال بعض القصائد صور شعريه جميله جدا. على ماذا تعتمد يعني الصورة الشعرية حتى يقدر يقربها للمتذوقين بصورة سلسة تكون يعني ذوق من يريد يسمع قصيدة يقول حبيتها، صور بها مشابهة يعني بحياتي؟ شوف استاذ حيدر، هو كل شاعر له اسلوبه الخاص بالكتابة وله اسلوب وطرحه الخاص. اكو شاعر مثل كاظم اسماعيل القاطع الله يرحمه، شاعر كبير يعني. كاظم اسماعيل القاطع ما حد يختلف عليه. كاظم اسماعيل القاطع تشوف قصيدته ما مقحمه وما مكتلف، يعني ما مكلف نفسه بكتابه القصيده، لكن هي قصيده ما يقدر يكتبها اي شاعر يعني. نعم. اكو مواطن بالقصيده ومكانات يشتغل عليها انه من الصعب يشتغل عليها اي شاعر، من الصعب يشتغل عليها علي رشا، من الصعب يشتغل عليها يوسف الدراجي، من الصعب يشتغل عليها رائد ابو فتيان او رفعت الصافي. من هذا الباب يعني. حلو. انه اكو مواطن عنده ما حد يقدر يشتغل عليها، فكل شاعر له اسلوبه. اما طرح الصوره الشعريه فتعتمد على اسلوب الشاعر. مرات الشاعر يطرح الصوره الشعريه بكتابه او نظم سهل اقدر اني استقبله، اللي انه انا ضمن اختصاصي انه شعر، ويقدر اي واحد من الناس يستقبله ويعرف معناها. لكن مرات تطلع ابيات يعني انه الشاعر يتوقعها انه هو هذا البيت راح يوصل، لكن هو ما يوصل. ليش؟ لانه هو مقحم بالشعر يعني. يكون بيت شوي صعب يراد له تفسير. فعلى اسلوب الشاعر يعتمد. يعني يقدر على اسلوب الشاعر، على متابعه الشاعر من خلال قراءه بعض القصائد اللي يسبقونه حتى يقدر. علّه اريد اعرف من خلالك يعني الفرق بين القصيده العاميه والنخبويه. يعني اليوم بعض يريد يعرف شنو الفرق بيناتهم، انت ذكرت شلون الطريقه اللي تكتب. اي اكيد. بس تبقى الفرق يريدون يعرفون حتى نوضح لهم اكثر حتى يفهم القصيده القصيده اللي هي يعني اقرب للناس تكون. نعم. يعني لكن القصيده النخبويه هي قصيده شعر يعني تختلف كتابتها. واغلب الشعراء يكتبونها يعني يكتبون الجانبين يعني. نعم. لكن هي القصيده النخبويه تكون جمهورها اقل من القصيده اللي تقصدها انت يعني. تكون هي قصيده نعم. مثل ما تقول مثلا فويس صوت. نعم. وتنزل وانتهى الموضوع يعني. او قصيده مهرجان، قصيده المهرجان يعني. تكون اغلب الاوقات كتابتها تكون انيه. نعم. وما تاخذ وقت ولا تاخذ مسافه لا شعريه ولا زمنيه. حلو. من هاي الناحيه. لكن القصيده النخبويه اللي هي تعتبر بصمه للشاعر يعني. صحيح. تقدر يعني بمرور الايام ومرور الزمن اذا ردت تصدر ديوان او مجموعه شعريه تقدر تخلي القصيده اللي كاتبها انت نخبويه وتعبان عليها. اما قصيده المهرجان ما تقدر تخليها. تبقى لك بصمه خاصه. اكيد طبعا. لكن هاي القصيده لها فتره زمنيه معينه وينتهي عمرها يعني. صحيح. اما القصيده النخبويه تظل عايشه على الاقل انه اكو مواطن بها ومكانات تبقى عايشه. طيب علاوي، بالبدايه قرات لنا قصيده عن الحبيبه وبديت دائما بالحبيبه. انا كنت متوقع راح تبدي
بالوالده، قلت الوالده اهتمت بي والوالده اكيد استمرت اكيد وياي. الفضل الكبير زين عليه. الوالده لها حصه اليوم يمنا ما والله لها؟ انا ما كاتب هذا الجانب يعني. ها اي ما كاتب لا عاد اليوم راح تحسبها لك اليوم. اي اكيد ان شاء الله. لا انا تطلبني. طلبك شو تحب هذا تسمع دين. سمعت قصيده هي جديده طبعا. هاي القصيده اللي قريتها زعلانه قالوا اول مره اقراها ببرنامج. نعم. وقصيده حب من طرف واحد اول مره تقرا. مقطع قبلها احنا اليوم طماعين بيك علاوي. حيدر، كل اول مره. حاضر. تسلم لي حبيبي. مقطع والقصيده تقول: كون المفارق حبيبه يرد علي، ونبض قلبه يسولف الصار بجفاه. كون المفارق حبيبه يرد علي، ونبض قلبه يسولف الصار بجفاه. وكل من يحب من طرف ولفه يجي، بوجهه يترس حيرته وتمطر سماء. الله. حضنة العشاق ما بيها حرام، اللي يحب من محبوبته يفصل غطاء. الله. وكون المسافر نفس ما يشم غريب، امتاع للغربة اللي يحب ياخذ هواء. الله. من تراب ولايته يوصل لخير، بروحه ينده كل صبح بالغربة تاه. ولا جفن سهران، لا جفن سهران يبقى يتان طيف. الليل مالح والجرح وجهه وقفاه. الله. اللي يحب من طرف واحد ما يكفي ليل. اللي يحب من طرف واحد ما يكفي ليل. رمشه بكل حلم من يخطف ويشده. العاشق يختنق لو طار فرقه يفوت. الهوى المامر حبيبه بريته يرده. وين يضم فشلته اللي يحب منه بعيد. الدمع عايف حكي وسوالف بخده. الله. ما عرفك وكني مفارقك عمرين، وسبق للهوى اللي بعطرك تعدى. الله. ما عرفك وكني مفارقك عمرين، اسبق للهوى اللي بعطرك تعدى. يبس حضني اريد اتلاقى ويا الغيم، اللي بحرقة العاشق قلبه شي برده. الله. انا من اشتاق اخضر بالدروب احضان. السهر عيني علق شديتها بزنده. الله. أنا من اشتاق أخضر بالدروب أحضان. السهر عيني علق شديتها بزنده. إيش يجي منك أتلقى الخير والمو خير، إيش تخلين يرهم وأطلع بقده. إيش يجي منك أتلقى الخير والمو خير، إيش تخلين يرهم وأطلع بقده. حسبوها الشماتة وقالوا من تروح، وجهها وبابها وحتى الهوى السده. الله. حسبوها الشماتة وقالوا من تروح، وجهها وبابها وحتى الهوى السده. أقضي الليل أحضر بالحكي الملقاك، وخلصت النجم وجفوفه بالعدة. الله. وجيت أمشي نفس يمرية الغرقان. قالوا جد مخانه يروح وتصدق، مدري ايش كم شتا يضيع برجفت وياك. ضقت بيك بس حرورتك وحده. الله. رديت وفشلت مخيطة على القاع، وما وجهي خلص من كثر ما ندى. من أحضن صورتك يمشي لي بيشبع ماي، ولحد خصر النخل دمعاته تتعدى. الله. أنا وشط العرب خوان محسوبين، وبصدرش كم بلا مهز حسرة بمهده. الله. وارجع واشتكيك الكل وجه بردان، ياهو الماء قلت له كزبرت جلده. قالوا ترسي ذا ننساها ما تهواك، لا تسوي الصنم بيديك وتعبده. أضيع هيبته من وقف على الشلال، ووصل لك وكل شي بروحي يتبدل. أضيع هيبته من وقف على الشلال، ووصل لك وكل شي بروحي يتبدل. وارجع ذاك الأول بي الفشل شراع، بارد كني ملقى الماي والسده. الله. الندى الماي يفتهم يوقع بصف الماي، واليندى المكانه يطيح على الورده. الله. الندى الماي يفتهم يوقع بصف الماي، واليندى المكانه يطيح على الورده. الله عليك يا علاوي، يعني ابيات جميله جدا. شكرا. اسالك يعني هل شكرا. عشت حب من طرف واحد؟ لا، حب من طرف واحد ما عشته، لكن ما قلت لك قبل قليل انه الشاعر تمر عليه حالات ويقدر يتقمص الدور ويعرف تفاصيل الموضوع. اكيد علاوي منا. لا اكيد. اطمئن. اي مو انا اشوفك اليوم هذا فما تحب اليوم تقول، بعدين خاف تقول لنا. لا اطمئن، قلت لك هذه الشخصيه انا متقمصها. نعم. طيب علاوي مثل ما تعرف، هل اليوم
الشاعر إن كان شاب إن كان في مختلف الأعمار هو شاعر قضية. يعني تعرف اليوم عندنا كم هائل من الشعراء اللي خرجوا بالساحة، بس نعم. كل شخص يختلف يعني من خلال كتابة قصيدته أو شنو اللي بباله. والله استاذ حيدر، يعني حتى بالاجيال اللي تسبقنا كان هو الشعر بالعراق يعني على عدد النخيل. فشعراء شعراء القضيه، فهي قضيتنا يعني قضيه العراق انه حب الوطن وحب الارض وحب الانتماء وحب هذا يعني الانغماس بالارض والملوحه. فكل الشعراء يتغنوا بالوطن وكتبوا قصائد بحب الوطن. لكن هسه بهاي الفتره اللي جاي نعيش بها وهي المرحله انه شاعر القضيه هو اللي ينبذ الطائفيه. نعم. شاعر القضيه انه هو اللي يوقف وقفه مشرفه تجاه بلده وتجاه الجيش العراقي نعم. كلهن. لكن انه يكون الشاعر شاعر طائفي، انا اشوف قصائد يعني كثيرة اليوم كثيرة تنشر نعم. على مواقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك وتويتر ويوتيوب، قصائد طائفية يعني. صحيح. فاللي يكتب بهذا الاسلوب انه هو مو شاعر ولا ينتمي لهاي الاسلوب الثقافي يعني. طيب علاء، نريد هاي الكلمات الجميلة اللي عبرت من خلالها ترجم لنا اياها في قصيدة وطنية ان كانت حتى صغيرة، يعني نريدها لان لضيق الوقت. يعني استمتعنا بالحضور اليوم وياك علاء، بس مثل ما تعرف شكرا. الوقت داهمنا. اريد قصيدة من عندك. قصيدة للوطن؟ نعم. او مقطع منها يعني؟ اي مقطع نحب حتى نتجه لبعض. تقول يعني هي قصيدة تعتب على الوطن طبعا. لكن هذا من حبنا إليه طبعا. تقول المواضع نعم. والقبور اثنينهن بالقاع، وانت اثنينهن ما قصرت بيهن. المواضع والقبور اثنينهن بالقاع وانت اثنينهن ما قصرت بيهن. تعلمنا الدموع تفيد من نشتاق، الله، بس ما علمتنا شلون نبكيهن. مرات الورد ما ينزرع ينقال، ذبل بينا الاحساس ايش وقت تحكيهن. شربهم ضواك عيوننا انتهات، هو تنفس الليلك واختنق بيهن. هز جذع القصص حتى المذله تطيح، والروس تخونك ماي وجفيهن. العلم ليلك ودمنا ودف قلوب الناس. الله. يبس كل شيء وخضارك ما يطق بيهن. الله، يبس كل شيء وخضارك ما يطق بيهن. صح لسانك علاوي. خل نروح الفاصل احبتي ومن بعدها راجع لكم. منعوفك أبد يا عراق، خدامك نيض منخون للموت الواعد. للموت منعوفك أبد يا عراق، خدامك نيض منخون للموت الواعد. سلمك وتنوم سنينه، موته ونا وتالينه، ما عاش اللي يعادينه، بس تامر نصعد للسما بركان قدها ومو كلام لسان. ما نخاف ونصد وين الرادي لاوينه، على حق نفوت بعينه، دوسمتونا برجلينا ومن تندق فينا طيح غيوم الدنيا. طيح غيوم الدنيا، طيح غيوم الدنيا. العباس علمنا الحكي وينداس، اللي يمك يجي يعرق أمن وانتجي. العباس علمنا الحكي وينداس، اللي يمك يجي يعرق أمن وانتجي. نسويها دماية لو متنا نموت الغاية، عن نجم ندق الراية والجاك بلوى يبتلي يفتاك كل احنا وعالي، والليل باكر ينجلي كل اصبع يضرب طلقه، ما بينا العايب حقه ولدك بالذل ما نبقى. بالدم نفديها كل تراب بجاعك، كل تراب بجاعك، كل تراب بجاعك. هيهات ما حد يوصلك والمات رايح في دولك، يا عراق ليش نبدلك. فضلنا قواتنا المسلحة، ويا ربي لازم نتمنى من المواطنين يساعدوهم في هذا المجال. مثل ما تعرفون نحتاج إلى مساندتهم في كثير من الأحيان يا علاء، ومو فقط الشاعر، أيضا المواطن من خلال
مشاهدته بعض يعني الامور الغير قانونيه او مشبوهه بعض الشيء، يحاول من خلالها ابلاغ الجهات المختصه. علو خلينا نرجع للقصيده الوطنيه مثل ما ذكرت. اليوم احنا بامس الحاجه الى القصيده الوطنيه. اليوم حاولوا بعض الشعراء يقدمون بعض القصائد الوطنيه، لكن البعض الاخر ذهب بها الى جانب اخر يعني غير لائق بالشاعر. شنو رايك حول هذا الموضوع؟ شوف، القصيدة الوطنية هي انعكاس للشاعر، مهم. تثبت جذوره بوطنه، نعم. بأرضه، بانتمائه، بحبه للعراق يعني. وكل شاعر يتغنى ببلده يعني، لكن أكثر بلد به شعراء قلت لك على عدد النخيل هو العراق يعني. نعم. العراق مثل ما يعني مصدر لكل الخيرات اللي بالعراق، هو مصدر للثقافة الشعرية. وتعرف أنت بغداد عاصمة الثقافة يعني، نعم. بكل المجالات يعني أقصد يعني. لكن هي القصيدة الوطنية ضروري يكتبها الشاعر، من تكون القصيدة وطنية بكل تفاصيلها. مثل ما قلت لك قبل شوية أنه أكو قصائد ما تمثل الوطنية بصلة، ولا تمثل الشعر، ولا تمثل الأدب بصلة يعني. قصائد طائفية نعم. تفهم، قصائد ما تبشر بخير يعني. نعم. لكن احنا نتمنى يعني الشاعر اللي يقدر يدعم الوطن، ويدعم القوات المسلحة، ويدعم أي شيء يعني، نعم. من أنه يوصلنا لبر الأمان، انه الشاعر بقصيدته، والمواطن بعطائه، والفنان بفنه، والممثل بكل الامور يعني. طيب علو، دائما نشوف القصيده الوطنيه تتمتع بالحماس. يعني اليوم اكثر الشعراء حاول يصورها بعض القصائد، وشفنا يعني انت مثل ما تعرف في المعارك نحتاج يعني الجندي يحب اكيد يسمع اشياء، حتى يعني سابقا احنا نعرف هذه الاشياء موجوده، القصائد الحماسيه اليوم موجوده. شلون نشوف طريقه كتابه القصائد الحماسيه؟ قلت لك هي القصيده كل شاعر يختلف اسلوبه يعني. فيما مضى يعني احنا بغض النظر عن المراحل اللي مرت بها القصيده، احنا نعم. نقصد المضمون. قصيده يا قاع ترابش كافوري، الشاعر كاظم اسماعيل القاطع. بغض النظر قلت لك عن وقتها وليش انكتبت وإلمن، انه كتبها باسلوبه الخاص به. احنا ما نريد ناخذ هيك علي، بس كتبها باسلوبه الخاص نعم. به. اما قصيده حاسبينك، نعم. الشاعر زامل سعيد فتاح كتبها باسلوبه حاسبينك، تحسها انت قصيده تقدر تقراها لحبيبتك، تقدر صحيح. تقراها الانسان انت مشتاق له، الانسان انت تحبه، الانسان قريب من عندك، لكن بالتالي هي قصيده وطنيه، تبقى وطنيه. فاحنا اليوم نريد نختم في مقاطع تتغنى بحب الوطن من خلالك يا علي. قصيده للوطن تقول، مقطع يقول: سيفك مثل قلبك ما عليه زنجار، ركض برقابهم ما فحط مثل الخيل، الله. أجب عزة صفنتك صوتهم بيخوف، ما هزك الصوت وجفل منا الليل، خوذ ولدك انثرها الطق بثرها رجال، بكثر ما يكون ناسك هيك بيهم حيل، قبل تشهق جهنم لو نفس جريت، هدرم حل بجفك مثل هد السيل، ليلك شمس ينبض، ليلك شمس ينبض، ليش تنبض موت؟ الله. كل شي البيك الأول والكره بالذيل، ترس وجوههم انبكن دجله وفرات وبعد بيك الهون، غالط واقعك على الحزن ما مجبور، ضمينا نحبهم لو نفس لو شوف، بس انت تحبهم ضامهم بقبور، الله. صرايف ترس قاعك ضامن الحبوك، ولكنهم بنولك بالقلوب قصور، ولكنهم بنولك بالقلوب قصور. الله يا علي، صح لسانك، الشعر الشاب والموهوب والخفيف الظل. شكرا بالبرنامج، لكن برا البرنامج يقولون غير اشياء. شكرا لحضورك، شكرا لك كل التوفيق ان شاء الله. شكرا. طبعا احب اشكر صديقي وزميلي قصي هاشم معد البرنامج، شكرا له، وشكرا لك طبعا، وانا اهنيك. شكرا لك، اهنيك على نفسك، حضورك يخبر حيدر. شكرا لك يا علي. شكرا. إذن أحبتي المشاهدين، وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. أتمنى يا رب بأننا نتحسن رضاكم. انتظرونا في الحلقات القادمة إن شاء الله. إلى اللقاء أحبتي.